السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده بقى هنعمل حبة بسكوت باشكال مختلفة بالزبدة، وهنسهل على بعض كل حاجة النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مستخدمة النهارده 250 جرام من الزبدة بدرجة حرارة غرفة المطبخ، وضايفة عليها طبعا 200 جرام من السكر البودر. هخفقه طبعا بالمضرب لحد السكر ما يختفي معايا تمام. هلمي بس الجوانب كده، وطبعا مستخدمة عليهم عدد بيضتين. هستخدم بس واحدة واحدة، وعليها الفانيليا السايلة عشان ايه الزبدة ما تفصلش معايا. وهنزل بالتانية هي تمام او كده. شايفين القوام بقى كريم ازاي؟ طبعا مستخدمة طبعا على الاضافة دي نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر ممسوحة، ورشة من الملح، ومعلقتين كبار من النشا. تمام كده اهوت. وهقلب طبعا كل الكلام الجميل دوت، واضيفه على الاضافه ديت كده اهو. طبعا البسكوت حبايب قلبي ما بيتعجنش، احنا دوبك بس بنلم لحد ايه دي ما يختفي معانا تماما. طبعا هقسم القوام ده اتنين اهوت، هعمل الابيض واعمل بالكاكاو، بس انا حطيت عليها معلقه زبده عشان تبقى نفس ايه السمك واحد، وعليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وقلبتهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليهم، وريحتهم بقى تحفه. تعالوا بقى نعمل اول شكل يا حبايب قلبي. طبعا انا هلف ايه كده اهوت البسكوته الجميله ديت اهي زي ما انتم شايفين، زي رول كده اهوت. هعمل ابيض وغامق. تمام كده اهوت. هظبط بس كده الحروف تمام اوي. طبعا عملت ابيض 4، واللي هو الكاكاو 4. هجيب طبعا كيس تلاجة كده اهوت، فتحته وهظبطه كده اهوت، عشان ده اللي هيظبط لي البسكوته الجميله اللي هي الشطرنج. هعمل بقى واحده وواحده عكسها. طبعا عملت 4 فوق عكسها، الاربعه اللي فوق اجيب عكسها، عن الغامق على الابيض، والابيض على الغامق. تمام كده اهوت. تمام اوي كده. هظبط بقى كده اهوت. هجيب بس الطروف كده، هقطع الطروف اسويها. تمام اوي. هظبط بقى بالكيس كده اهوت اهو شايفين، وراح قلبه بقى الكيس كده على ايه على اللي تحت كده، واقطعه بقى. طبعا دهن الصينيه زيت بسيط جدا من اللي هو الحلو الفاتح ده، وهقطعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا لكم في مطلق الحريه حسب البسكوته اللي انتوا عايزينها. ادينا خلصنا اول شكل اهو. تعالوا بقى نعمل شكل تاني. هنعمل شكل كده على هيئه ايه ورق شجر. بس هجيب ايه بقى الكاكاو والفاتح اهو شايفين. مفيش طبعا اسهل من كده. هجيب بقى سكينه كده ايه عاملاها جذور كده اهوت، جميله قوي. شوفوا شكل التحفه، والطعم بقى خيال، وانتوا هتحكموا بنفسكم لما تجربوا. خلصنا طبعا تاني شكل اهوت. هنعمل بقى شكل تاني اللي هو ايه الحلزوني. هلف طبعا كرات صغيره اهيت غامق على كاكاو. هعمل بقى واحده شمال ويمين كده اهوت عكسها. تمام اهو، جميله جدا. شايفين مفيش اسهل من كده. هنعمل بقى تاني واحده، بس هنخليها على 5 بقى اهو، برضو عكسها. وهي الدوران كده بكف ايدينا اهو، هيدينا الشكل الجميل التحفه ده. ادينا خلصنا 3 اشكالات اهوت حبايب قلبي. طبعا انا مولعه الفرن قبليها، ده بياخد في الفرن تلت ساعه على درجه حراره 140. شايفين طلع بقى جميل ازاي، وما فرش المقادير معانا على الشعره، وتحفه جدا. والريحه بقى مش قادره اقول لكم، ودايب في البق دوب كده اهو. طبعا حبايبي احنا هنعمل لفته كده بسيطه، وطبعا لكم في مطلق الحريه. انا طبعا عامله شوكولاته كده على حمام بخار كده اهو. هنعمل بس كده ايه، طبعا العين بتاكل قبل البق. تزيين بسيط كده على قد ايدينا برضو شايفين. وعملت ابيض منه برضو من نص كده بس. شوكولاته الخام جميله جدا زي ما انتوا شايفين، تحفه قوي يا حبايب قلبي. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. ويلا بقى جربوا حبايب قلبي، قولوا له ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.